الحاجة الوحيدة في إيطاليا اللي ناقص يبيعوها ويستغلوا فيها الهوا. الهوا والله العظيم لو قالوا لهم خلاص ما عادش في هوا وكل واحد في الشارع بتاعه كده شوية الهوا دول ملكه، لو عنده استعداد ياخدهم يبيعهم للناس عشان يطلع من وراهم فلوس هيعمل ده. الفيديو ده طالع اقول لك زي ما في شر بالشكل ده واستغلال، في ناس محترمه وكويسه ومتربيه وشبعانه اخلاق. وانا طالع في الفيديو ده عشان اشكر شخصين اتنين في ايطاليا. الخير موجود والشر موجود، ومهما كان الشر كتير او الاستغلال كتير فقوة الخير هي الأقوى. كل اللي هقوله ربنا يكون في عون الناس اللي عايشة في إيطاليا، لأن الاستغلال وأنواع الاستغلال دي مش موجودة في فرنسا. الاستغلال في حاجات بسيطة في فرنسا، فربنا يكون في عونكم والله العظيم. شوية شوية هيبيعوا لكم الهوا. طبعا الشعب الإيطالي شعب جميل جدا، وبتكلم عن الاستغلال من نوع تاني وانتوا فاهمينه كويس، مش عاوز أوضحه. وبرضه في الفيديو ده طالع علشان أشكر شخصين، وعشان كده بدأت لك بالمقدمة دي. في ناس شبعانة أخلاق على طبلية أبوها، ودي الناس اللي لازم نجيب سيرتها بكل الخير. صراحة نفسيتي تحت الصفر بسبب اللي بشوفه هنا والاستغلال. كل حاجة فلوس 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 فلوس، يعني عاوز تتنفس بعد كده يبقى بالفلوس. ولكن برضه في ناس محترمة أوي. هتكلم عن نفسي وعن تجربة شخصية أنا مريت بيها مع اتنين هنا في إيطاليا. طبعا في ناس كويسة كتير، ولكن هختص في الفيديو ده اتنين بالأخص. الاتنين دول كنت ممكن خسرت فلوس أضعاف 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 اللي أنا خسرته. كنت هضيع وقت كتير قوي لولا الناس دي حطيتني في طريق وفي خانة صح. ربنا بيسخر العباد للعباد. منهم واحد اسمه الأستاذ محمد عبد الجليل. أنا جيت هنا ايطاليا عليه، يعني اول ما جيت ايطاليا جيت على الراجل المحترم ده. الراجل ده اكرمني كرم ما بعده كرم. يعني اول فتره كان معايا كل يوم ياخدني بالعربيه نخرج اروح اي مشوار يجي معايا بالعربيه، عمره ما اتاخر عني من يوم ما جيت. حتى لما جيت في مره قلت انا تعبان او اي حاجه الاقيه اول واحد بيتصل. لما جيت من كام يوم بهزر وبقول انا تهت يا جماعه وكنت تايه فعلا، لقيته اول واحد بيتصل بيا الساعه 12 بالليل، انت فين؟ جايلك بالعربيه، ابعت له اللوكيشن. كتر الف خير. وده من الناس اللي متربيه وشبعانه على طبليه ابوها، شبعان اخلاق من مصر، شبعان قيمه من مصر. ما عندوش نقص في شخصيته ولا نقص في حياته عشان يجي يعوضه على الناس هنا. بس اقول لك ان انا اتعلمت من الاستاذ محمد عبد الجليل حاجات كتيره جدا، منها ان انا طول شهر رمضان برد على الرسائل، وده مش طبيعي عندي ان احنا نرد على الاف الرسائل على كل الناس في رمضان. وبعد رمضان خليت كل الناس اللي شغالين معايا يردوا على كل الرسائل، لان لقيته هو كمان بيعمل الحاجات دي على صفحاته، بيقول لعل وعسى حد فعلا محتاجنا واحنا بنمنع الخير ده. عمري ما هنكر ان انا اتعلمت منه حاجات كتيره جدا، ولا هنكر نهائيا ان هو وقف جنبي. فكتر الف خيرك. ومهما قلت ما اقدرش اوفيك حقك، ولا اقدر اقول لك اقدر اشكرك ازاي اساسا. فكتر الف خيرك استاذ محمد عبد الجليل. بسببك حاجات كتير جدا حلوه ما كنتش اشوفها شفتها، ولولاك كنت هكره البلد دي خالص. يعني الشخص التاني تشيرو بتاع الباركيه، اللي هو اللي انا صورت معاه قبل كده. تشيرو انا ما بدخلش بيوت حد ابدا، ولا هنا ولا في مصر، متعود على كده، ما بحبش ادخل بيوت حد. في فرنسا ما بدخلش بيوت اي حد ابدا، عائلات. بس دخلت بيت تشيرو في رمضان، كان عازمني انا واللي شغال معايا، دخلنا بيته. يعني كنت محرج جدا لان من النوع اللي ما بحبش ادخل بيت حد، لكن والله العظيم حسيت ان انا وسط اهلي. الناس دي ناس بطبيعتها ناس ما عندهاش نقص في اي حاجه. بتدخل جوه ناس كده تقعد في بيوتهم تحس انت قاعد في بيتك، واحد منهم مش محرج مش مكسوف. تشيرو كان في حاجه فيها تعامل المفروض ان هو يكون مادي، ولكن اكرمني وما رضاش ياخد مني ولا مليم فيها. واتحايلت عليه كتير جدا ولكنه رفض، قال لي عيب انت ضيف عندنا، وما رضاش نهائيا. فكتر الف خيرك على وقفتك جنبي في الفتره دي. ولولا الحاجه اللي هو عملها معايا دي كنت صرفت فلوس كتير جدا، ولكن بسببه وفرت مبلغ محترم قوي كنت هصرفه قوي كده. حابب اشكر كل الناس المحترمه والشباب المحترمه اللي قابلوني هنا في الشارع وسلموا عليا، واللي ابتسموا في وشي، واللي مؤمنين جدا بالدور اللي انا بعمله وحاسين بقيمه اللي انا بعمله بجد. فشكرا جدا لكل الناس. والفيديو ده انا بختص بيه طبعا استاذ محمد عبد الجليل وتشيرو، لان الاتنين دول بجد بجد دعموني في حاجات كتير جدا، وانا ما اقدرش انكر كرم ربنا عليا ان هو سخر استاذ محمد عبد الجليل ويتشيرو. ما اقدرش انكر ده ابدا، وعمري في حياتي ما اقول غير كده مهما حصل. انا انسان عندي اصل كويس جدا ومؤمن اي حد يقف جنبي حتى يبتسم في وشي فدي حاجه كويسه، حد يقدم لي معلومه فدي افضل حاجه في الدنيا كلها. فكتر الف خيركم، ولا تنسوا الفضل بينكم. ربنا بيسخر عباد لعباد. ربنا سبحانه وتعالى اكرمني. شكرا جدا استاذ محمد عبد الجليل صاحب مكتب الكاف، وشكرا جدا تشيرو معلم المعلمين في مجال الباركيه. قبل ما ارجع فرنسا فاضل لي كام يوم وارجع فرنسا. شكرا جدا ليكم انتوا الاثنين، كتر الف خيركم على اللي انتوا عملتوه معايا.
بشكركم من كل قلبي والله، مع ان في جوانب سيئه جدا واستغلال رهيب هنا شفته، ومش هسيب الحلو اللي انتوا عملتوه وافضل اقول على الوحش اللي انا شفته. شكرا جدا لحضراتكم، وعاوز ادعي دعوه حلوه كده. ربنا يكون في عون الشباب اللي عايشه في ايطاليا، ربنا يكون في عون الشباب على اللي الناس هنا بتوريه لهم بجد. السلام عليكم.